كان أينشتاين وشرودنجر يقدمان تجارب عقلية للبرهنة على صحة نظرياتهما، وبالنسبة إلي سأقدم تجربة حقيقية هي تجربة السفر عبر الزمان للبرهنة على صحة معادلتي كما يمكن البرهنة عليها في مختبر سير بين فرنسا وسويسرا. في يوم 3 يناير 1990 حوالي الساعة 9 ليلا تحولت إلى حالتين كوانتيتين، حي وميت في نفس الوقت. ميت حيث كنت أسمع عائلتي تبكيني، وحي إذ تحولت إلى رجل خارق سوبرمان من ضوء. إذا انطلقت في هذا السفر بسرعة الضوء أي 300,000 كيلومتر في الثانية، وأخذت أزيد في السرعة وتحول تبعا لذلك بطني إلى خزان للطاقة. اخترقت سقف البيت الذي هو من الإسمنت ودرت 7 دورات حول الأرض من الغرب إلى الشرق، وكنت كل مرة أزيد في السرعة يزداد بطني انتفاخا. أحسست أنني تحولت إلى مسرع هائل الجسيمات، ثم اتجهت صوب الشمس وأحسست ببعض الحرارة، ثم مررت عبر ثقب أسود وأحسست خلال ذلك ببعض الخطر، لكني تمكنت أخيرا من اجتيازه ربما بسبب سرعتي التي تفوق السرعة العادية للضوء. أخذت أسرع ويزداد بطني انتفاخا، ثم توجهت صوب أفلاطون وكذلك صوب أعماق وأقاصي الكون، وكنت عندما أمر بالكواكب والمجرات البعيدة كنت أرى الكواكب متباعدة بحوالي متر بسبب سرعة خارقة. وحوالي الساعة 7 صباحا من اليوم الموالي عدت إلى نقطة الانطلاق بنفس السرعة والطاقة التي ذهبت بها، واستيقظت وغسلت وجهي وتناولت فطوري. ويمكنكم تصور النتيجة لو لم أصل في الموعد المحدد. استنتاج: إذا افترضنا أنني سافرت فقط عند أفلاطون ورجعت، فمعنى هذا أنني قطعت مسافة 4600 سنة ضوئية خلال 10 ساعات، أي سافرت بسرعة أكثر من 1300 مليار كيلومتر في الثانية، أي سرعة الضوء 433,000 مرة. ولكم أن تتخيلوا السرعة التي سافرت بها وأنا أجول أطراف الكون.